أحد أصدقائي بعت لي الصورة دي. طبعًا الصورة دي عمرها بالضبط حوالي 23 سنة، وتحديدًا لمّا كنت أنا في سَتّة طِب في 2003 و2002. دي تبييضات محاضرات الliver اللي هو يعني الكبد يعني، كان بيدّيها لنا الدكتور علي قاسم وأنا اللي كنت مبيضها وراه. طبعًا كلمة تبييضات محاضرات دي يعني في الجيل الجديد دي شغل يعني خزعبلات، يعني إيه أصلًا تبييض محاضرة؟ الجيل الجديد اللي هو بتاع اليوتيوب وبتاع التسجيلات والحاجات دي، ويعني نقول لهم بقى يعني إيه تبييض المحاضرة. في وقتنا كان أقصى تكنولوجيا موجودة إن حد يكون معاه Walkman اللي هو التسجيل يعني جهاز تسجيل صوت يعني، أو يعني بالكتير أوي يعني ما كانش في موبايلات طبعًا، كان جهاز تسجيل عادي اللي هو اسمه Walkman أو جهاز تسجيل، وكنا بنسجّل المحاضرة للدكتور طبعًا بعد استئذانه، أو لو ما أذنش بنكتب ورا، نكتب ورا. كان المصدر الوحيد للمحاضرة هو كلام الدكتور أو الكلام اللي بيكتبه على السبورة أو على ال الشفافيات اللي قدّامه، على جهاز العرض حاجة اسمها الprojector. طبعًا كل الحاجات دي مش موجودة حاليًا، فكنا بنكتب ورا الدكتور ونبيّض المحاضرات لمّا نروّح. أنا يعني من الناس اللي يعني اللي كنت يعني إلى حدٍ ما كنت متميز في موضوع تبييض المحاضرات دي، وكنت بادّيها للزملاء عشان لو حد فيهم عايز يذاكر أو حاجة زي كده منها، كان نوع من المساعدة أو التكافل يعني بيننا وبين بعضينا يعني. وفي 5 و6 اتفقنا مع مجموعة من الزملاء في دفعتي يعني إن إحنا نقسّم مع بعض المحاضرات، لإن طبعًا مش هاقدر أنا أبيّض كل حاجة لوحدي. ويمكن أنا كنت ابتكرت إن أنا أكتب المحاضرات على الكمبيوتر وقتها، ودي كانت طفرة يعني جديدة، لإن زمايلنا التانيين كانوا بيكتبوا المحاضرات يدويًا بإيديهم، وكنا بعد كده بنصورها في مكتبات اللي هي جنب الكلية، ومن ضمنها طبعًا مكتبة ابن سينا اللي هي صوّرت المحاضرة دي أو المحاضرات دي. وطبعًا الختم بتاع ابن سينا والتليفون بتاعها، طبعًا كل الكلام ده أصبح حاليًا من التاريخ.